مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير يا الربع. في البداية نبارك للأخوة الصديق عبد الله بن مهل زواج ابن بدر، ونقول بدر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهم في خير. صلوا على النبي. يا الله يلي لا إله إلا أنت رب العالمين، يا الواحد اللي منفرد بأزكى صفاتك والكمال، أنت الكريم ورحمتك عمت جميع المسلمين، ولطفك وعفوك ينجي الإنسان من يوم الهوال. وبعد التحية والسلام أبدأ وعندي كلمتين: الطيب كل يفعله والخير باقي لا يزال، لكن رد الطيب كايد في عيون الطيبين، لو تبذل من الطيب كبر النايفات من الجبال. لكن رد الطيب كايد في عيون الطيبين، لو تبذل من الطيب كبر النايفات من الجبال. وابن مهل له موقف مشهود من ماضي السنين يشهد له التاريخ، وافعاله على مر الليال، والشعر في حضرة جنابه يفتخر في كل حين، والمدح ما يستاهل غير الكريم من الرجال. وجدتك الفرايد والفرايد ساسها الدر الثمين، ما صاغها للفكر يوم يعوم في بحر الخيال. يا شعري الوافي عليك الله ترانا جاهزين، تداحمت في راسي أفكار سراميدنا اطوال. سلام تسليمة وفا تنصى رجال الغانمين، تنصى بني عبسدها اللي فعايلهم اجزال. وسلام يا الشهم الكريم اللي مواقيفك تبين، الشيخ عبد الله مهل رمز الوفاء وفي الخصال، المحزم اللي يطيب راسه في المواقف، المحزم اللي يطيب راسه في الشدايد ما يلين، والوافي اللي في اللوازم درع جنبه راس مال. ونشهد انك يا ابو ناصر راجح وعقلك رزين، ونشهد انك ما تهاب ولا تشيل الا الثقال ولا غرابه، وانت ربعك عبس عون المستعين بن رشيد، اهل السيوف مرويه حد السلال. ولا غرابه يستاهلون، ولا غرابه وانت ربعك عبس عون المستعين بني رشيد، اهل السيوف مرويه حد السلال. اللابه اللي تدحم الاخصام بالجنب المتين، والعزوه اللي يطيبها ينبيك عن كثره السؤال. والطيب فطره فالرشيد من عصور الاولين، ما يختلف منهاجهم في كل وقت وكل حال. ومبروك حفلك يا بدر وبالرفاه وبالبنين، والله يزيدك في حياتك خير يا قرن العيال. واختامها صلى الله وسلم على الهادي الامين، رسولنا اللي دلنا على الحق من عقب الضلال. سلامتكم الرب.